ازاي تركب ليد ستريب على مكتب، شاشة، مكتبة او اي حاجة حرفيا؟ اول حاجة هتحتاج تختار نوع الليد المناسب، وافضل نوع هو ال50-50، بس خد بالك بتشتري منين لان في منه انواع. وعشان تشغله هتحتاج باور 12 فولت 2 امبير. واخر حاجة هي الريسيفر، وبيكون معاه كنترولر. اول خطوة بتوصل الباور في الريسيفر وهتوصل الليد ستريب عليه، وبتتأكد ان اتجاه السهم مظبوط، وهتشيل البلاستيك اللي في الريموت عشان يشتغل. وبالنسبة لشريط الليد تقدر توصله من اي طرف لو حابب، لان القطع النحاس دي بتتفك. طب لو حابب تقص الليد ستريب 2 متر للشاشه و3 للمكتب مثلا، وتوصل كل طرف لوحده، كل اللي هتعمله انك هتشتري من الموقع باور وريسيفر زياده، وتوصلهم من الناحيه التانيه للشريط، وهتقص الشريط باي طول من اي خط نحاس زي كده. وبالنسبه لطريقه التثبيت، اول حاجه هتمسح المكان وهتحط قطعه دبل فيس شفاف على السطح، وبعد كده هتشيل الورقه اللي على الليد وتلزقه عليه، وبعد كده هتضيف قطعه دبل فيس تاني عشان ما تقعش، وهتكرر بقى الحوار ده كذا مره لحد ما تتاكد انها تمام. وحاول في الزوايا ما تتنيش الشريط، خليه حر عشان ما يتقطعش.